وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأنا أحضر التكريم تعود بالذاكرة إلى نهاية الثمانينات لتلاميذ علي صالح مختلطة على ذاك التي تسمى حاليا تلاميذ علي بن أبي طالب رحمه الله وجهه، حيث كانت لدينا هناك إذاعة مدرسية دورها هي انتقاء المواهب والبحث عنها في خاصة من المواهب الأدبية سواء في الشعر أو في القصة أو الخاطرة وغير ذلك. وهناك اكتشفنا فتى يخطو خطوات عملاقة نحو الارتقاء بالشعر والوصول به إلى أعلى مستوى. اكتشفنا أحمد العماري، والشيء الذي لفت انتباهنا آنذاك هو حفظه للمعلقات العشر آنذاك. يعني كونك في المرحلة الثانوية تحفظ هذه المعلقات هذا في الحقيقة امتياز كبير، ولذلك تقريبا كلنا تنبأنا له في مستقبل ظاهر، ورأينا بأن هذا الشاعر سوف لن يتوقف عند حد معين وسوف يبلغ أعلى المستويات. وخاصة حتى الإذاعة المدرسية كان لها اتصال بإذاعة الأهجار آنذاك، والكثيرون ممن سمعوه وتتبعوا قصائده أعجبوا به وتحدثوا عنه بثناء وإطراء كبير. وهذا ما تحقق حاليا بحيث رأينا هذا الشاعر وقد ارتقى ووصل إلى أعلى المستويات، ووصل إلى المرتبة الثانية على مستوى الوطن في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. ويكتمل التتويج عندما يختار المجال الذي يبرز فيه وهو مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. والخاصية التي يمكن أن يلحظها كل واحد ويشعر بها كل واحد ويستمع إليه أن تأثير المعلقات واضح في شعره، تحكمه في الشعر راجع لهذا الأمر. العامل الثاني هو حفظه للقرآن بحيث يلمس المستمع المعاني القرآنية وهي تنساب بين ثناياه بسلاسة وبطلاقة وبتمكن كبير، وهذا ما جعله مميزا، ما جعله يصل إلى هذا المستوى الراقي. ونتمنى أن يصل إلى مستوى أعلى، والإمكانيات التي يملكها توصله إلى هذا المستوى. نشكر له مثابرته واجتهاده، ونحن حثثناه على أن يواصل وعلى أن لا يتوقف، وقد التزم بهذا الأمر وواصل واستمر وحقق ما يمكن أن يحققه أي شاعر يريد الوصول إلى هذا المستوى. نشكر له هذه الجدية وهذا الاجتهاد، ومن المرة الأخرى أن يواصل ويستمر، لأن الأساس هو الاستمرار والبقاء. وكما قال الوصول للقمة صعب، لكن البقاء فيها هو الأصعب. نتمنى أن يبقى في هذا المستوى وأن يواصل في نفس المسيرة حتى يحقق نجاحات أخرى، وحتى ينتشر اسمه ليس على مستوى الجزائر فقط وإنما على مستوى العالم الإسلامي ككل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.